أجنحة طعمها خطير، تتبيلة سهلة وبسيطة جدا، والنتيجة في النهاية ممتازة. أجنحة بطريقة سهلة جدا، والتتبيلة كمان كل مكوناتها موجودة في البيت. أول حاجة هعملها هاخد الأجنحة اللي عندي وابتدي كده في الجناح من ورا أعمل قطع بالسكين. الحركة دي مفيدة جدا، بنخلي الأجنحة تستوي معايا أكتر وكمان تشرب من طعم التتبيلة. عملت كده في كل الكمية اللي عندي، وابتدي احط الاجنحه في محلول النقع. لكل لتر من الميه انا بضيف 2 معلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من السكر، وبضيف خل وبضيف عصير ليمونه وكمان القشره بتاعتها. المحلول ده يا جماعه بيمنع اي زفاره تبقى موجوده في الفراخ، وكمان بيخلي الفراخ تستوي كويس معانا وتطلع طريه. سيبنا الاجنحه لمده ساعه، دلوقتي هصفيها من الميه وهنجهز مع بعض التتبيله بتاعتنا. حبه طماطم مبشوره وحبه بصل مبشوره، وممكن كمان نزود البصل زي ما انتوا عاوزين. وهستخدم مجموعه من التوابل هي اللي هتخلي الاجنحه بتاعتنا طعمها لذيذ جدا. هستخدم زعتر، فلفل اسود، كزبره ناشفه، زنجبيل مطحون، عندي كمان بابريكا، وهستخدم شطه، والشطه تكون حسب الرغبه. عندي كمان توم باودر، لو مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا توم مفروم. وهستخدم كمان الملح. هضيف التوابل اللي عندنا على البصل المبشور والطماطم، وهقلب الخليط كويس. هقلب كل المكونات مع بعض، هقلبها كويس. الله يا جماعه، ريحه التتبيله جميله جدا. دلوقتي هاخد الاجنحه صفيتها كويس من الميه، هنغلف الاجنحه كويس بالتتبيله، اتاكد انها اتغطت تماما. هسيب الاجنحه في التتبيله الجميله دي لمده ساعه علشان تاخد من طعم التتبيله، وبعدين هنرجع مع بعض. دلوقتي هنحط الاجنحه بتاعتنا تحت الشوايه وهنتابعها في التسويه. اول ما الوش اللي فوق يحمر يا جماعه هقول لكم هنعمل ايه. دي الاجنحه بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن، دي يا جماعه خدت وش تحمير من فوق. دلوقتي هنقلب الاجنحه على الوش التاني. الوش اللي من فوق يا جماعه خد لون جميل جدا. انا عاوزه كمان الناحيه اللي من تحت زي ما انتم شايفين معايا لونها ابيض، عاوزاها تحمر كويس علشان تستوي معانا كويس وكمان طعمها يبقى جميل. هقلب كل الكميه. دلوقتي هاخد الاجنحه واحطها تحت الشوايه علشان تاخد اللون اللي انا عاوزاه. دلوقتي خلاص هطلع الصينيه بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان الريحه يا جماعه خطيره. شوفوا الجمال معايا، قربي كده. اللون يا جماعه خطير والريحه كمان. هوريكم قد ايه هي مستويه ما شاء الله. بصوا معايا، مستويه وجميله جدا. هدوق معاكم الطعم كمان واشوفه. بسم الله. الطعم يا جماعه خطير. قدمت جنب الاجنحه رز حبه وحبه. عايزه اقول لكم كمان ان الصوص اللي مع الاجنحه طعمه يجنن. تعالوا شوفوا معايا. ممكن ناكله كده مع العيش، طعمه يا جماعه خطير. ممكن ناخد منه المعلقه ونحطه على الرز، الطعم يجنن. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم. اجنحه بطريقه سهله جدا، والتتبيله كمان كل مكوناتها موجوده في البيت. اكله بسيطه لكن طعمها خطير. جربوها واكتبوا لي رايكم في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.